السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. بنبدأ فيديو النهاردة بيحيى وهو واخد الحاج والحاجة في العربية ومسافرين على القاهرة علشان يحضروا حفل محمد. كان واخد يوسف معاه لان هو كان عنده امتحانات ويوسف كان عنده امتحانات كمان، وخلصوا الامتحانات وسافروا زي ما قلت لكم ان هم سافروا يوم الفرح، وصلوا الساعة 4 لاني الحاجة كمان ما بتعرفش تبات بره البيت، مش بيجيلها نوم. اول ما راح الفندق استقبلهم مع بعض، استقبلهم عيلة الجمل كلهم كانوا موجودين بأولادهم بأزواجهم وحسن كمان، وكلهم كان يحيى نفسه يلبس الروب الأسود قوي ويعمل الشعر الأصفر ده، فقالوا له تعالى نرشلك. طبعا لابس يحيى البدلة ما شاء الله، بدلة عريس، هو جايب بدلة عريس ودي بدلة زياد، هما الاتنين كانوا أمارات بجد. راح محمد لقى زراير القميص الزرارين اتقطعوا وكمان اتقطع زراير البدلة. امل لما شافت يحيى افتكرته العريس بالنضاره وقالت له انا افتكرت ان هو العريس. ما شاء الله البدله فعلا كانت بدله عريس. هنا طبعا اللوك اللي عمله استقبال حليمه لمحمد ان هو كان مغمي عينه. وهنا بقى نهال والمفاجاه اللي محدش شافها، ان هي كانت اول الفرح كانت عامله طرحه لفاها بطريقه عاديه جدا، بعد كده بدات ان هي غيرت اللوك خالص وخلتها لورا، عملتها السبونش لورا. طبعا المفاجأة اللي حصلت لما محمد بقى شاف آلاء وسلم عليها من بعد ما حليمه اتفاجئ الاول وسابه. طبعا احنا شايفين هنا نهال واقفه، هي حاطه الطرحه لفاها حجاب عادي. ايه اللي خلاكي يا نهال تعملي الطرحه تاني على ورا وتخلي الجمهور ينتقدك؟ يعني انتي بتثيري الجدل للجمهور، مش عارفه ليه. طبعا هنا محمد ويحيى بدلوا البدل مع بعض، دي اللي حصل والمفاجاه اللي حصلت، لان محمد البدله بتاعته الزرار اتقطع وكانوا بيعملوا السيشن بتاع التصوير، مكانش ينفع يوقفوا، فبدل البدله مع يحيى. وهنا لما راحوا القاعه واستقبالهم والشماريخ اللي كانوا بيولعوها، الفندق بجد كانت جميله جدا، القاعه حلوه قوي. وهنا بيرقص مع بنت محمود الصغيره. وكمان هنا يعني بصراحة القاعة حلوة، تصوير يحيى للقاعة على الرغم من ان حوارات جايبين شركة هي اللي بتعمل اخراج ومونتاج للفرح ومصرفين جامد جدا، لكن يحيى تصويره بجد في الفيديو كان روعة وهو لوحده عامل اخراج. طبعا مصورين نفسهم بالرواب السوداء، ودخلوا هنا في اللوك التاني حسن وعمر شاور وكمان يحيى وكل الشوارجية داخلين الرواب السوداء وكانوا عاملين شو جامد جدا. وهنا طبعا نهال في اللوك التاني حطت روج احمر وربطت الطرحه سبونشي على ورا، وكمان يعني لاحظوا ان هي حاطه روج احمر زي العروسه. يعني نهال والله انت بتثيري الجدل وبتخلي المتابعين يتكلموا وقاعدين لك على الواحد. الفرح في الاخر خلص حوالي الساعة 3، وده اللي قاله يحيى ان الفرح خلص الساعة 3 وهو كان تعبان ومرهق جدا لان سافر ورجع في نفس اليوم وجاب اسبريسو وجاب حاجات وفوهه عشان يسافروا، وفعلا وصلوا الصبح خالص